السلام عليكم. انا لاول مره اعمل فيديو واحس ان انا مش لاقيه كلام، او الكلام عندي بس حاسه بحاله احباط، او انا قلت كلام كتير 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 ومش عايزه اكرره تاني، لان ممكن الكلام ده انا قلته كتير قوي في فيديوهات ومنشورات. حاسه ان طاقتي بقت تقل. ليه؟ لان احنا بنتكلم كتير ومحدش بيسمعنا، كأن صوتنا ده يلا ملوش قيمه. انا هتكلم عن موضوع يمكن كتير قوي اتكلموا فيه وصوتهم اتنبح. احنا للاسف لما بنيجي نتكلم ما بنتكلمش عن حاجات كده، يعني ايه، حاجات خياليه او حاجات اللي ممكن انا اطلبها ويقولوا يا مستحيل انها تتحقق. لا بطلب فيلا ولا قصر ولا اي حاجه من ديت. كل ما هنالك ان احنا بنطالب باللقمه. من كام يوم الدقيق سعره غلي، تمام. كل الافران عملت ايه؟ جريوا وغلوا من دماغهم وسعروا من دماغهم، بقوا يبيعوا بمزاجهم والوزن اللي يعجبهم وبيسرقوا في الميزان، وكل حاجه عايزين يعملوها بيعملوها. والدقيق بيتباع في سوق سودا، وكل حاجه بتتعمل بمعنى اصح كل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. طيب جه ايه الدقيق؟ حصل له ايه؟ حصل ان هو سعره نزل. يبقى بالتالي المفروض مين اللي يتكلم؟ انا مش فاضيه يا جماعه والله، زي ما انتوا كل واحد مش فاضي في حياته، لان بقينا في دايره كل واحد بيدور على لقمه عيشه. احنا مش فاضيين. مش فاضيه ان انا اطلع كل شويه اعمل فيديو، مش فاضيه كل شويه ان انا مثلا اضيع وقتي على حاجه، يعني على فيديو انا مش مستفيده منه حاجه. فاحنا طاقتنا بتقل، عايزين اللي يسمعنا. انا ما ينفعش ان ما يحصل حاجه دلوقتي كل شويه في البلد ان نبص نلاقي سوري بقى فضايحنا دلوقتي بقت على السوشيال ميديا، على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب، كله بيتكلم. طب وليه كل ده؟ يعني دلوقتي ما بنيجي ننزل نفتح الفيسبوك نلاقي مثلا ايه، ناس بتتكلم على ايه؟ ابسط حاجه يقول لك رغيف العيش، شويه كيس رز، شويه كيس سكر، شويه البصل، كل شويه عمالين نجري ورا سلعه. احنا في دايره كده عمالين نجري، احنا حياتنا كلها بقينا بنجري حتى واحنا نايمين، يعني نايمين كده على مخدتنا بنفكر. هو دلوقتي السؤال يعني هو انا مش في ناس المفروض متعينه للحاجات ديت؟ يعني رئيس الوزراء، وعندنا رئيس وزاره التموين، وعندنا مجلس الشعب، وكل الناس دي مش المفروض هم اللي يتكلموا؟ هو المواطن بيتكلم ليه؟ ما تسالوا بقى نفسكم، المواطن بيتكلم ليه؟ بيتكلم عشان مش لاقي حد يسمعه. دلوقتي السلع كلها تغلى النهارده، تغلى تاني يوم مين يا جماعه؟ ده ماسكين الساعه لو الدولار عالي على طول بيكتبوا كده خلاص غليت. تبقى لسه شاريها من نص ساعه بجنيه، لا ب2 جنيه. طب انت سعرت منين؟ من دماغك؟ هو انت يعني قاعد في البلد؟ التاجر ده بقى كلام التاجر، انت بس عشان يعني تغلي علينا الاسعار. ما علينا. دلوقتي انا بس عايزه اسال سؤال، هو احنا لحد امتى هنفضل في الدايره ديت؟ هو انا دلوقتي مش المفروض دلوقتي في حكومه هي اللي تنزل تسعر الحاجات ديت؟ دلوقتي انت بتقول ان الرغيف بجنيه وبقى مش عارف ايه، ينزل النص، تمام. مفيش حاجه نزلت، انزل دلوقتي قد كده اهو ب2 جنيه. ب2 جنيه، وان كان عاجبك تاخد، مش عاجبك بالسلامه. ما هو احنا قاعدين تحت ايه؟ تحت رحمتهم هم على فكره يعني، تمام. انا بس عايز اسال سؤال، لما الدقيق نزل ازي حاجه من هو الدقيق دوت مش فيه مكرونه؟ هو بس رغيف العيش يا جماعه؟ في مكرونه وفي افرنجي فاتحه اللي هو العيش الفينو والبقسماط والكحك والكلام من ده، في البسكوتات والحاجات اللي هي الكيكات والكلام من ده، في شعريه، في رز، في شعريه، في حاجات كنافه، في جلاش، في عيش العيش اللي هو بتاع السوري، وفي كمان العيش التاني اللي هو بيتباع دوت. وفي ايه تاني كمان؟ يعني ده في يعني مليون صنف. والرقاق وكل دي مشتقات الدقيق دي كمان ما نزلتش سعرها ليه؟ هو انا لازم اطلع اقعد انبح في حسي واقول نعمل ايه وما نعملش ايه؟ لا، انا مش ملزومه والله ان انا اقول كده. انتوا اللي ملزومين بالتسعيره، اللي انت تنزل تسعر. لازم تجبروا التاجر اللي هو عامل علينا بلطجي انه يقف عند حده. لو انت يعني نزلت قانون وما تطبقش عليه بكره او النهارده كده، خلاص مش هنعرف نعيش. حضرتك انت دلوقتي نزلت قانون ان في كذا هيتقبض عليه، او مثلا غرامه واحده لواحد بس الكل هيتعدل. لكن انا بص، احنا بقينا شعب بنجري ورا كل حاجه، بقينا احنا مش عايزين، بنسمع ان بلدنا دي
قصور بقى وعاصمة إدارية والبرج الأيقوني، والناس بتحسدنا. يا جماعة الناس بتحسدنا ويلاقوا التناقض ده على الفيسبوك، بنتكلم على رغيف عيش. احنا في تناقض غريب. وهنبني قصور، بنينا قصور. طب ما القصور ديت يعني بتيجي من بذخ، من رفاهية. الحاجات اللي بتتعمل، المشاريع اللي عمالين نشوفها دي بتيجي فعلا من بذخ ورفاهية، في حين الناس بره شايفيننا ايه ده انتوا بقيتوا اغنياء، وفي نفس الوقت نلاقي المواطن بيشتكي على رغيف عيش. انتوا متخيلين يعني شكلنا ايه بره؟ يعني هو ده اللي انا بقوله لكم. شكلنا ايه ما بنيجي نعمل الحفلات والاكل الفخم وده وده ودوت، عيشه عيشه فخمه. لكن المواطن لما بيجي بيتكلم على رغيف عيش، بيتكلم على رغيف عيش، بيتكلم عن كيس رز، بيتكلم عن كيلو بصل. طيب انتوا فين من كل ده؟ اتكلمنا قبل كده في المواضيع دي وبنتكلم تاني، هو هنتكلم تالت. طب ما احنا مش عايزين كده، احنا عايزين بس قرارات ان انتوا تنفذوا القانون على اي حد بيمشي عكس ما هو مطلوب منه، عشان احنا نعرف نعيش. احنا مش طالبين اي حاجة من اي حد غير ان بس المواطن يبقى مرتاح. ليه؟ لان المواطن وراه شغله، ورانا اشغالنا، احنا مش فاضيين لحد. احنا مش فاضيين بقى نفضل نعمل كل شوية في الفيسبوك ونجري هنا ونكتب هنا ونعمل. احنا مش فاضيين، احنا مشغولين. واحنا عشان احنا مشغولين موظفين ناس ان هم يقوموا بالمهمة دي. فين هم وفين مهمتهم؟ فين هم؟ يعني هم فين من اللي احنا فيه ده؟ مصر مش صغيرة، مصر كبيرة. ده مصر 120 مليون مواطن، يعني 120 مليون صوت، يعني 120 مليون بق كل يوم محتاج أكل وغذاء. يعني احنا لازم نشوف ده أمن البلد. يعني ايه الغذاء؟ يعني أمن بلد. لما تنقص سلعة الدنيا بتقف. يعني يوم السكر ما كناش لاقيينه، كانت كل حاجة واقفة. تخيل بقى كده ان كل حاجة مش عارفين نعملها بسبب كيس سكر. فالحكاية مش كيس سكر، لا، في ما وراء كيس السكر كل شوية بقى. يعني احنا عايزين بس يكون في مرحلة من التفاهم ما بين الحكومة والوزراء وكده، ما بين الشعب. يعني الشعب اللي هو دلوقتي في حالة سخط من كل حاجة. يعني انا عايزة اعرف يبقى مش في بينا فجوة. يبقى احنا لما يبقى من قبل ما احنا ما نجري ونقول واحنا عايزين وعايزين وعايزين، نلاقي في قرارات نزلت كذا. يعني مش مستنيين ان انا اقعد اسبوع و10 ايام اكتب وكله يشتكي على الفيسبوك، وفي الاخر نطلع بقرار بس القرار ما اتنفذش. يبقى زي قلته. ما هو نزلوا شوفوا الاسعار ايه. احنا مش بنتكلم من فراغ، احنا بنتكلم من واقع. فيا ريت يا ريت تحسوا بينا. انا عن نفسي بقول لكم حسوا بينا. والله ما عايزه قصور ولا عايزه فيلا، انا عايزه بس ان الواحد يعيش مستور. هو ده طلب كل مصري موجود على الارض المصريه، ان احنا نعيش مستورين ومرتاحين بس. شكرا.